خدعوك فقالوا ان انت عشان تخس القصة كلها سعرات داخلة وسعرات خارجة، فرق سعرات يعني. والحقيقة ان انا ناوية اتكلم على شقين في الموضوع ده. اول حاجة ان انا لا يمكن اساوي ابدا طبق سلطة 500-600 سعر بقطعة كيكة 200-300 سعر. طبق السلطة ده هيحسسني بالشبع لفترة أطول، مليان ألياف، فيتامينات، معادن، قيمته الغذائية عالية جدا، بيحافظ عندي على مستوى سكر الدم، وكمان هيساعدني في إن أنا أنزل في الوزن أو أحافظ على وزني. لكن قطعة الكيكة 200-300 سعر ما فيهاش أي قيمة غذائية عالية، سكر بس هيرفع لي سكر الدم وبالتالي هجوع بسرعة وكمان هتزودني في الوزن. فأنا لا يمكن أساوي طبق السلطة القيم العملاق ده بقطعة الكيكة، برغم ان سعرات الكيكة ممكن تبقى سعراتها نص سعرات طبق السلطة. يبقى اول حاجة هي مش قصة سعرات داخلة وخارجة. تاني حاجة أنا عندي أسباب ممكن تخلي الحرق عندي أقل من الناس اللي حواليا. أول حاجة أسباب جينية، ممكن يكون عندي خلل هرموني، يعني ممكن يكون عندي مشاكل في الغدة الدرقية، ممكن يكون عندي مقاومة أنسولين. الناس دي بيبقى حرقها أقل من الناس اللي حواليها، فبالتالي الناس دي مهما قللت في السعرات وهم أصلا الحرق بتاعهم قليل برضو ممكن يزيدوا في الوزن. فبالتالي القصة ملهاش أي اعتبارات بقصة إن هي سعرات داخلة وخارجة. سعرات الداخل والخارجة جزء من المشكلة بس مش هي كل المشكلة. أنا ببص على حاجات تانية وأبعاد تانية. ودلوقتي جه ميعاد السؤال بتاع الحلقة بتاعت النهاردة. قولولي على سبب من الأسباب اللي ممكن تقلل الحرق عندي.